أول حاجة ممكن نتكلم عن الشهوة بحيث إنها نقطة حساسة، وأكتر حاجة ممكن تكره الواحد في نفسه، خاصة في حاجات كتير بتخليه يعملها. فخلينا نوضح نقطة الشهوة هي مرتبطة بطبيعة بشرية بحت. يعني دي شيء أنت مخلوق، ولكن فكرة إنك أنت مش عارف تتعامل مع شيء زي كده، وما اتعلمتش إنك إزاي تتعامل مع حاجة زي كده، بحد ذاتها هي المشكلة. فكل تصرفاتك بتيجي غريزية، بمعنى بدون تفكير. فهنا الفكرة، علشان تعرف تتعامل مع حاجة زي كده، زمان كان الجواز كان سهل، فهو ده كان الطريق الأسهل. ولكن فكرة إنك أنت تحاول تعمل أنشطة تسبب لك الشعور بالرضا، الشعور بالرضا، بحيث إنك أنت تعمل تمارين فتبني جسمك، تخلي جسمك شكله أفضل، فبالتالي تحس بالرضا. الشعور بالرضا ده بيبقى مماثل، أو الهرمونات بتاعته، الجزء الخاص بالاستثارة بتاعة الشهوة. ولكن خلينا نقول إن من الأساس في حاجات عميقة جدا في الشخص، غريزية، مفيش فرق بينها. يعني بالنسبة لنقطة الحيوان شبيهة بيه ولكن تختلف، وهي فكرة إن هو في بعض الحاجات إنك وقت ما أنت تشوفها أو وقت ما أنت تشوفيها طبيعي إنه يحصل كده. وقت ما الواحد بيقول إنه طبيعي إنه يحصل كده، بيعرف يوجه أصلا الحاجة دي. بمعنى حد شاف واحدة عندها منحنيات أو أيا يكن، يجيله شعور، كذلك واحدة تشوف حد عنده عضلات نفس الموضوع. وده بيرجع برضه لحاجات تانية، ليه مثلا إن واحدة تتجذب لواحد عنده عضلات، ممكن واحدة تتجذب لشخص بكرش. لو أنا هربط لكم تاريخيا وبعض الأبحاث، هنقول إن زمان كان الأشخاص اللي عندهم بودي بيلدينج هم الأشخاص اللي بيقدروا يحموا. وزمان كان الموضوع مش زي دلوقتي، الأمان يعني حيوانات مفترسة، حروب، فشخص زي كده هيقدر يحميها. ولو احنا بصينا للعصور اللي ممكن في القرون الحديثة نسبيا، كان الأشخاص الراجل اللي عنده كرش حبتين ده دليل إن معاه فلوس، حاجة زي كده. كذلك بالنسبة ل إنك أنت كراجل وقت ما تشوف واحدة فيها بجسم معين، كان أوقات زمان دي يدل مش بس على فكرة الأنوثة، ولكن إن دي تقدر عندها فرص إنجاب أعلى وهتقدر ترعى أولادي، حاجات كده. ولكن الحاجات دي ورثناها بشكل غير لا واعي في علم كبير اسمه علم الجينات، بحيث إن العلم ده حتى مرتبط بحاجات ممكن تكون إيجابية فيك، إنك ليه أنت فضولي، ليه أكتر من غيرك، ليه أنت بتحب الرياضات أكتر من غيرك. وده بيرجع للأشخاص اللي كانوا قبلك، اللي هم من عيلتك. كل ما بيبقى بقى الحاجة أعمق، وهكذا ممكن تكون من سلالة عالم كان مشهور، جيناته فضلت توصل لحد ما أنت الشغف اللي كان عنده وصل لعندك، وهكذا. فبالمثل، فأنت بالنسبة لنقطة الشهوة ومسيرات الشهوة، ما تقاومش الشعور ولكن أعرفه. يعني أنت اللي هو، يعني ما تقاومش الشعور مش معناه إنك تسيب نفسك. أنت وقت ما بتقاوم الشعور أنت بتوجهه لسواء إنك تحاول تمنعه، وقت ما بتسيب نفسك ليه بشكل سلبي. بالنسبة للصوت، إنك أنت مش عارف أصلا وبتفكر إن الحاجة دي أيا يكن لازم تعملها عشان الصوت يختفي من جواك. ولكن وقت ما بتعرف إنك أنت بحد ذاتك في حالة طبيعية، أنت ما بتعملش حاجة، ماشي، الفكرة جات لك ولا أي حاجة، بتكمل مثلا مشي، بتكمل سكرول لو انت في حاجه مش لطيفه ظهرت قدامك. ما اللي هو انت بتعرف ان اللي حصل لك ده حاجه طبيعيه، فبالتالي مش بتركز قوي مع الحاجه اللي ظهرت لك او اللي انت شفتها قدامك، ولا بتركز مع الافكار اللي في دماغك، لان انت شايف ان ده عادي، عارف وضعك، عارف دنيتك، عادي. ده بالنسبه لحوار الشهوه.